نفسك غريبا في مصر جدا. كل الذين يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كسرى، هرقل وغيرهم، يرسل إليهم برسائل فيردون إما برسالة، وبعضهم يغضب ويمزق الرسالة، وربما أيضا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل هرقل. أما المقوقس فأخذ الكتاب ووضعه في إناء من عاج من تعظيمه له، وأكرم حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء بالرسالة، ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه مارية القبطية ومعها فتاة أخرى ومعهما عبد يخدمهما، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دابة، وقيل أهدى إليه عسلا من بنها. هذا التعامل والإكرام من المقوقس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو رجل غير مسلم. لا تستغرب أن يكون هذا يعني هو جد من أجداد المصريين. لما ذكرت قصة موسى قلت هذا جد من أجدادكم. أكيد من ذرية موسى من بقي يوسف عليه السلام وإخوانه. أكيد أنه لا تزال ذرياتهم باقية في مصر. 350 صحابيا جاروا مصر أو سكنوا فيها أو حكموها، هؤلاء أكيد لهم ذريات. فأنا عندما أتعامل مع المصريين أنا أتعامل مع أحفاد أنبياء، أتعامل مع أحفاد الصحابة.